ريبيرو يصارع الزمن لعلاج ظاهرة إهدار الفرص السهلة ولو مؤقتا خوفا من تأثيرها على نتائج الدوري. تألق كريم فؤاد في الوديات والتدريبات يربك حسابات ريبيرو بشأن الظهير الأيسر بعد نيته الاعتماد على محمد شكري. محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي يؤكد للاعبين: الكرة لا تعترف بالأسماء بل بالجهد، مطالبا بالتواضع واحترام جميع الفرق. يوسف يحذر من التعالي والفردية والاعتراض على قرارات الجهاز الفني لتحقيق انتصارات متتالية وتصدر البطولة مبكرا. ظهور قوي لحسين الشحات في التدريبات ينال ثقة ريبيرو ويصبح منافسا جديا لزيزو، طاهر، بن شرقي وتريزيجيه. عبد الحكيم أبو علم يثير الجدل ويؤكد: ديانج قد لا يبدأ أمام مودرن سبورت بسبب تحفظ ريبيرو على طريقة استلامه للكرة. الأقرب أن يبدأ أحمد رضا بدلا من ديانج، لكن الجهاز الفني قد يغير رأيه خلال الأيام القادمة. صفحة الأهلي الرسمية تدعم محمد الشناوي وتؤكد استمراره كحارس أساسي في الموسم الجديد. الأهلي يرفض التفريط في عبد القادر مجانا ويعرض عليه الانتقال لأي ناد محلي قبل غلق الميركاتو. كوكا يضغط على قاسم باشا التركي للتوصل لاتفاق مع الأهلي قبل نهاية مهلة اليوم. حالة استياء بين جماهير الأهلي من خالد جد الله بعد هجومه على صفقة زيزو واعتبار كلامه ضربة للفريق قبل الدوري. مصطفى شوبير يتصرف بموقف إنساني تجاه الطفل أكرم حازم 12 عاما بعد تعرضه لحادث مؤلم. أحمد شوبير يلمع وسام أبو علي ويؤكد رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته بالأهلي رغم غضب الجماهير منه. الإعلامي محمد شبانه يسخر من تصريحات شوبير ويؤكد: وسام أبو علي يعمل الآن عبر قناة الأهلي لتحسين صورته. شبانه: تصريحات وسام عن كولومبوس كرو غير واقعية، والدوري الأمريكي ليس بوابة لأوروبا مثل الأهلي. توقعات بإنهاء الزمالك صفقتي أحمد عيد وحامد حمدان اليوم بعد ضغط اللاعبين على أنديتهم. المصري البورسعيدي يسعى لضم محمد صبحي أو محمد عواد لتعويض رحيل محمود جاد إلى بيراميدز.